يمر شهر رمضان دون أن يلفت انتباهنا تجمعات الترنوات الكروية. فداخل هذا الصخب العالم تعيش واحدة من أدهى الحدائيات وأكثرها شعبية على سطح الأرض. حداء خرافي مشرجم، ما هو بالمشاية وما هو بالصباط، فشكله وضع حدا للتسميات. أخذ حرف الصاد من الحالة فمزج بين قوة الجوداس وسرعة البيكالا لتنبثق أسطورة الصندلة. صندل يصندل صندلة، أي العقوبة الجزمة. ويقال صندل فلان فلانا، أي خلا منزل أباه عصا. يعرف هذا الصنف بين المغاربة بالصندالة الحالمة أو الحلومة لتضلعها في علوم الركل والقريض. ويطلق عليها البعض اسم الوافدة، أي الحنيقذة بدارجتنا، لمرونتها العالية وقدرتها الفائقة على القفز. للبس الحلومة شروط محددة، فهي تلبس مع مجر من التقاشر المتفاردة يتربع فوقها ملك الجوارب، إنه اللبا. شكل هندسي متقن يلائم القراعة كيفما كانت فورمتها. بزيم حديدي على هيئة نشبة للفئران هو دلالة كافية على تشرمل هذا النوع الخطير من الحدائيات. يتبجله حزام المقاسات، وهو تقنية هائلة تستعمل في عمليات التثبيت وشد العبار. نعم، إنها المكوية الخالدة. بها يبيض الإنسان وبها تقرقب العارضة. ظهرت معها قبائل الكرويين لتختفي في صمت تاركة لنا الكرة، لكنها أخذت ويينا معها. وهناك صنف آخر ماكر من الصرفوقيات، إنها زرقاء اليمامة التي لا تنفع معها ندامة، فهي المزلقة في المراح أو الحمامة. غالبا ما تقطع قنوفة هذا الكائن المشنون في أماكن الوضوء بالمساجد، فهذا يجعلها صرفاقة مجدة مركزة على عملها. وهي أيضا الصنف المفضل لدى الأطفال إبان لعبة البي. فثقب واحد يجعلك أغنى الأطفال بيا في حيك، كما أنها تتحول إلى مجداف هوائي حان وقوع شجار أو مطاردة مفاجئة.